مساء الفل على الكل بيتفرج علينا مرة تانية. دي الحلقة التانية من صبغة بودكاست، والنهاردة مش لوحدنا. تمام. عرف بقى مين معايا النهارده. معانا هند البهجي، بطلة مسلسل الكتاب اللي بالمناسبة موجود على المنصات. بس انا قبل ما نبدا او قبل ما نعرف الناس عليكي وقبل ما نقول اي حاجه خالص، واحنا قاعدين بندردش كده في قبل التصوير، اسامه قال لي حاجه، قال لي ان انت بتتكلمي صيني وياباني، صيني وياباني. وقال لي ان انت بتحبي تغني جدا. ده لازم نجمع بورتفوليو كامل عن الشخص اللي معانا. وقال لي ان انت بتحبي بتغني جدا ودي اهم حاجه فيهم. واضح ان انا قعدت ف... كده. واضح. انا ماليش دعوة، انا وعدتك ان انا مش هتكلم في حاجة. بس انا ما وعدتش. عمرو ما وعدش. ف فقولي لنا بقى يعني اولا بداتي عم تشتغلي فويس اوفر او تشتغلي ايا كان المجال بتاعك. المجال بتاع الصوت عموما، بداتي من امتى؟ يعني حاجه تفاصيل بسيطه، احنا مش هنطول قوي في الحته ديت، وهنبدا بقى ندردش على طول في الحياه يعني. بس انا اول ما نعرف الناس اللي بتسمعنا يبقوا كلها واللي عارفين. بتشوفنا كمان مين هي هند. انا هند الباجي، مولوده في المدينه المنوره في السعوديه. قعدت فيها سنين كتير يعني، وبعد كده جينا. احنا صغيرين ما كناش بنفتح تلفزيون كتير، فلما جاب لي لما جالي لابتوب كنت طالعه من الاوائل في ابتدائي. آم، فتحت بقى عليه انمي وكده، فحبيت اللغه اليابانيه يعني، فكنت بقى يعني بدردشها مع نفسي كده. يعني ما دخلتش دوبلاج، انت دخلتي على طول على بس على اللغه لما الام دخلت بقى على طول بتاعت الانمي. اه بس انا يعني ما اهتمتش بقى قوي ان انا اطورها يعني. بس لما دخلت بقى كلية وكده، حبيت الصين يعني دخلت في يعني انت اصلا الاساسي كله دراستك يعني. ليها علاقه باللغه اصلا دي؟ لا، انا كلية تجارة تمام. انجليزي. اصلا احنا بقى احنا جاي ملهاش تفرعنا اي الفرع علاقة الثالث. خالص، لا يعني بدي هي ولا اللغات دي بدي. كلها من الانمي مش اكتر؟ ملهاش علاقة. انا كنت بحب الدوبلاج قوي. وانا في تانية وتالتة ثانوي كده قوي. بس لما دخلت بقى كلية، دخلت اتحادات شباب وبرلمان شباب، وكنت انا اللي ماسكة الميديا في كل حاجة، حتى في الاتحادات بتاعة الجامعة جميل، وكلية، ده كل اكيد ده حاجة. خبره بقى في المجال عامه. لا، كنت بقدم بقى حفلات. حفلات. حتى حفلة التخرج بتاعتي انا اللي قدمتها، وكرمت نفسي برضه عادي. زميله يعني. عشان أسامة عمل ده برضه عشان تفهمي بس زميلك دي، عشان هو كان برضه بيقدم حفلات تخرج في الكلية بتاعته بس برضه. خلينا في الجنب بتاعها، يعني تمام. الموضوع بدأ بانك عملتي حفلات ولا ده كان تطور اصلا للمجال بتاع الفويس اوفر بتاعك؟ لا، انا كنت بعمل قبل ما اجيب مايك عادي خالص. حاجات فويس اوفر كمان صغيرة، زي اتحاد شباب كذا بيهنيكم بحلول شهر حاجات اللي هي اللي كده يعني. وبعد كده بقوا يختاروني اعمل حفلات. وفي الجامعة كمان بيختاروني في الجامعة اعمل حفلات، اقدم يعني حفلات. الموضوع جه معاكي تطور لحاجه. وده بقى خلاني يعني اتشجعت، فدخلت مسابقة الطالب المثالي ما ففزت شاء فيها الله. يعني. انت فعلا طالبه مثاليه، لان اه قبل اي حاجه يعني انا كنا برضو بنتكلم انا وعمرو في ان هند بالنسبه لها مجال الفويس اوفر كان هوايه، صح كده زي ما قلت لي. بالظبط. لكن هو بدأت بإن ما شاء الله يعني حتى الصور بتاعتك على فيسبوك كانت إن أخد شهادة، بتتصوري في حفلة تخرج، بتتصوري في حفلة أصلا. فواضح إن أنت مم. درجات العلمية عندك واصلة ما شاء الله، يعني حاجات كبيرة. ما هو لما بدأت أقدم بقى وكده، فالدكاترة عرفوني، ومثلا بقى في برزنتيشن في الكلية، أجي أقدم وأمسك المايك فينبهروا يعني، تلاقي كل البنات كشة وبترتعش، وأنا ببقى مبسوطة جدا، وأخد المايك بقى وأروح وأجي وأنط وأعمل، فبيبقوا الدكاترة نفسهم يعني مبسوطين إن في حد كده. فبدأوا يتعرفوا عليا، فأنا الواحد لما بيصاحب الدكاترة بيبقى أشطر. فوصلت إن العميد بقى يعني زي الأب ليا بصراحة. في سؤال بمناسبة الجامعة، مم. يعني هو سؤال يعني خبيث شوية عشان أوصل لمعلومة المفروض إن أنا المفروض ما أسألهاش يعني. اللي هي إيه بقى؟ أنت اه خريجة سنة كام؟ 23، السنة اللي 23 فاتت يعني. 2023. لسه يعني، فأنا بس أنا بعرف إيه يعني مواليد كام بالطريقة. عشان ابقى عارف احنا لما نيجي ده نتكلم سؤال في صعباني شوية. شويه. لا، أنا 19/12 2000. انا عشان انا كنت هربط حته، بس انا بتكلم فكره ايه، كنت بسال على المواليد كام، او يعني انت عاصرتي ايه من الحاجات القديمه؟ لا، حضرت حاجات.
كان معايا موبايل نوكيا اللي هو لو حذفته مثلا من الدور التالت وقع مني ورا بالدور التالت نزلت جبته كان سليم. مايك كان 2. بتاع ماما وكنت خايفة جدا بس الحمد لله كان سليم يعني. هو بينور اصفر ده. ايوه وكان في كاسيت برضو اخواتي البنات بيحبوا يسمعوا الحاجات دي بتاعت كارلوس سماحة بقى ونانسي عجرم وهاني شاكر والحاجات دي. بما ان احنا عاملين مسلسل اذاعي، وكنا بنرجع لورا كده عن الراديو وعن البرامج بقى القديمة في الراديو حاجات زي كده، هل انت حتى من الحكايات بتاعت الاهل يعني او اخواتك لو اكبر منك او حاجات زي كده، هل في حواراتكم مع بعض اتكلمتوا عن الراديو زمان او ايه اللي كانوا بيسمعوه حاجة زي كده؟ هو انا في اللي هو كان بيجي زمان كده على القناة اللي هو عائلة حاج حاجة، دي اللي عائلة انا الحاج بحبها يعني متولي بسمعها. اه دي اللي انا كنت بسمعها. دي كانت بس بتتسمع انا راديو، اصلا ما كان يعني بتفرجش كان على في منها التلفزيون. مسموع. لا كنت يعني بتفرج كده على فيديوهات بلاقيهم حاطين الصوت بتاعها على فيديو، بس ده الوحيد ده من زمان. لكن انا للاسف ما بتفرجش على التلفزيون خالص. طيب خلينا نتكلم برضو في نفس الوقت تقريبا، اللي هو الوقت القديم زمان كده. لو كنتي بتشوفي تلفزيون وانتي صغيرة، كان كرتون مثلا او رسوم متحركة أثرت بشكل ما كانت بتتكلم عن مع الانمي. تطور يعني قالت لك الانمي وتعلمت اللغة. لا، الكرتون بتاع زمان مش اه الانمي. ما يعني هو الانمي حاجة. ايوه انا فاهم. الانمي الياباني دوت. تمام. غير بقى على فكرة انا كده كده لازم اه اسمع لغة. لازم اه فايتك نص عمرك. بعيدا عن الغنى اللي كده كده تمام، بس انا بتكلم على اللغة. مم. ادينا اي حاجة اي جملة كده، بس طبعا يعني ما تكونيش بتشتمينا فيها، فاهمة يعني؟ قولي الجملة وترجمي لنا دي انت ما بتقولي هتبان. ايه. والله ياباني انا فعلا مش فاكره ياباني قوي. طب صيني ولا صيني صيني؟ ممكن اه مثلا في الصيني يعني ممكن مثلا ايه اقول لك خواني نين مرحبا بيك يعني. اه بس كنت اقول لك ده صيني قوي يعني، بس ده صيني قوي. ايه كنت اقول لك ده صيني قوي بس صيني. كملي ما ده طيب. صيني بقى بجد. آه. واخين صينيين. مبسوطه اني قابلتكم. طب انت يعني تعرفي تركبي الجمل كاملة، يعني تقدري تتكلمي ولا مجرد حاجات انت حافظة كلمات او لا حاجة زي كده؟ انا بدرس HSK، درست 1 و2 هم بتاع 6 مستويات، ودخلت في الثالث بس للاسف بعد ما دخلت قدمت ماستر في الكليه اهملت الصيني جدا، فباذن الله ان شاء الله يعني باذن الله كمل يعني. كنت فاكر ان الموضوع هواية بس مش اكتر، انا ما اعرفش ان انت اخدتي لا خطوات لا في ده دراسه، لا ده دراسه وشهادات وامتحان وكده يعني. ما شاء الله. طب لو احنا دلوقتي عايزين نعمل جملة او نعمل حاجة يعني نقول للناس انا مش عارف نقول لمين لان اكيد مش حد هيفهم صيني، بس لو عايزين نقول للناس اللي بتسمعنا ان هم يتابعوا مسلسل الكتاب مثلا، ممكن نركب جملة زي كده ونقول حاجة زي كده ولا لا صعب؟ لسه دي ما اخدتهاش في لسه بقى الدراسه، دي صعبه قوي. ما خدناش في الكلاس. اسالني واحده صينيه. لا لسه. دي بعيدة شوية. لا لسه انا يعني في بداياتها كمان كتركيب جمله لانها لغه صعبه جدا معقده يعني. انا كان عندي فضول اعرف وجهة نظر هند كياسمين في المسلسل. هي كانت شايفة المسلسل وقت التسجيل رايح بيه على فين؟ هل بما هي ان كانت محاولة؟ كمان برضو حاجة نقولها، لان انت برضو وقت التسجيل ما كانش معاكي السكريبت، انت معاكي او ما كانش السيناريو كامل، انت كان معاكي السكريبت بالظبط. بتاع الشخصية. ف فاللي هو وجهة نظرك كاملة عن يعني المسلسل انت كانت كنت رايحة شايفة فين؟ ايه؟ لو انا فاهمك صح، كنت شايفة ايه؟ ولما بدأت تسمعي هل نفس الانطباع كان عندك ولا حسيتي ايه؟ تقرا اللي في دماغي. لا اكيد لما الواحد شاف الموضوع كله غير خالص يعني احسن اكيد. حتى هو قبل ما المسلسل يتذاع اختي تسالني طب ايه الاحداث، طب ايه اللي هيحصل، فانا اقول لها مش عارفه قوي، فتقول لي ازاي يعني انا قاعد جنبي الكنترول وانتيش راضيه تقولي لي ازاي. انا زي مش عارفه اقول زي لما يتعرض اشوف زيك بالظبط. طيب احنا بصي احنا عشوائيين جدا، اكيد انت واخده بالك ان الموضوع بيروح هنا ويطلع من هنا يروح هنا، احنا بنتكلم بحريه. بس كله ما بيبعدش يعني حوالين احنا في فكرة نفس اللي هي ان انت مميزة في حتة معينة او تميزتي معانا في حتة معينة. ان احنا عرفنا هند انها فويس اوفر او ممثلة صوتية، بس لما بسأل هند بتقولي الموضوع جه هواية. فهواية لدور بطلة في مسلسل،
هل انت توقعتي ده في يوم من الايام مثلا ان انت الموضوع يكبر منك انك تخشي على طول هو بطله؟ لا وبطلة وفي أول مسلسل أمثله مم. يعني مفاجأة. فانت مميزه برضو اه في الدبلجه. هي دي اللي أنا بحبها، يعني الحاجات اللي هي عارف الصوت اللي هو بيبقى في المطارات والحاجات دي، أنا بعشق الحاجات دي جدا. اه الاي في ار. مم. طب اديني حاجه، قولي لنا اي حاجه، قولي لنا على الساده الركاب الرحله رقم 603 توجه للطائره للاقلاع، او اي او حاجه. اخر نداء لطياره الدوحه برضو تمام. اي حاجه هنستمتع بيها قوي. آخر نداء لطيارة الدوحة على ركاب الطائرة 603 التوجه إلى باب المطار. ايه اللي حصل؟ يا سلام ايه اللي يا حصل؟ سلام، انا لقيت نفسي مضربنجة. التحول ثواني اديكوا المفاجئ. حاجة تانية بقى، حاول اعلي صوتي عشان كنا لسه قول. بنجرب. اديني او على ادينا. السادة الركاب، يرجى ربط الأحزمة استعدادا للطيران. لا، في لا بجد في عايز اربط الحزام. في تغير مفاجئ فعلا عايز اربط في الحزام. الصوت. وشفت نفسي بقى في التقديمات كمان. انا تقديم كنت اصلا الحفلات هروح في أنا حته، ببقى لا انت روعة. كملي، انت استرسلي مع نفسك. مع نفسك قولي. طب أقول إيه تاني وأنا مش عارفة. في واحده مزعجه جدا في الاي في ار، بغض النظر هي مين، مش عايز اذكر طبعا اسم هي الشركه يعني او عايز الاتصال. هي ليه؟ بس ايه، عايز تخليها مزعجه ليه؟ لا هي اه واحده انا عايز اخليها تحل محلها، يعني صوتها اه اروق من صوت الوليه لما اسمعها. كان ايه وليه مالك، عارفه؟ ده بتاع اي رصيدك حاجه بقى. خلص ده أكيد. اه بتبقى وحشة أوي، لا مش عايزة أعمل الدور ده. يعني مثلا لو حبينا نقول للناس عفوا لقد نفذ رصيدك. ليه هتكره الناس فيها ليه؟ مش كده، بس انا شايف ماشي، كان فاهمة؟ نجرب الصوت يعني. طب ماشي جربي، نجرب الصوت. نجرب الصوت. عفوا لقد نفذ رصيدكم، يرجى الشحن وإعادة المحاولة. انا عايز اشحن دلوقتي. انت جاي معاك في أي حاجه؟ انا عايز تربط اشحن الحزام، دلوقتي. عايز تشحن، انا تمام يعني. اتحفزت للشحن. طيب خلينا اقول، انا كنت بقول ان احنا بنتكلم بشكل عشوائي جدا، يعني هي حاجه، يعني حاجه عشوائيه منظمه او منظمه عشوائيه، يعني ايا كان. بما ان احنا بنعمل مسلسل اذاعي، ومن ضمن التصنيفات بتاعت المسلسل ان هو فيه رعب، وبما ان احنا ممكن نرجع نتكلم عن حاجات زمان، ف فحابين نعرف منك ايه اللي انت كنتي بتخافي منه وانت صغيره، ايه الحاجه اللي كانت اللي هو ده رمز الرعب بالنسبه لي؟ وانا لما كنت في السعوديه كده احنا ما كناش بننزل، فكنت بخاف من الناس، يعني بخاف اتسرق او بخاف حراميه وكده، وكنت بتخافي هتخطف من بابا تتسرق؟ مره في الحرم. بالظبط. انا ايوه كافي. بس دي فوبيا. اه لا ما هو انا بقى لما جيت مصر بقى واتصاحبت على اصحابي كده في الشارع، كنا مجرد ما نلاقي اي حد مثلا شحات او كده نطلع نجري. وكنا بقى ايه نعمل مثلا نعمل كوبايات ونعبيها تراب، بحيث الحرامي لما يجي ياكل التراب فيموت قبل ما ايه يسرقنا. ده؟ لا ايه ده؟ حاجه يعني ليه؟ حاجه فانتازيا يعني. فيلم هندي كده. ايه اللي حزن اوحالكم بان الموضوع. الحرامي ممكن يجي ياكل التراب؟ مش فاهم. يعني حرامي موزع قوي. حاجه كده. طيب الحاجات بتاعت اللي هو ابو رجل مسلوخه ومنى الغولة والحاجات الاساطير بتاعتنا المرعبه ديت، هل الحاجات دي كانت بتتحكى لكم اصلا في السعوديه، ولا كان عندكم حاجات تانية؟ لا ما السعوديه زمان غير دلوقتي، زمان كان منعزلين قوي غير دلوقتي مم. خالص. لا انا اقصد ان ما كانش في يعني حاجه ان هم منعزلين وان مكان فاضي وحاجات زي كده، ده داعي اكبر ان يكون في رعب اكتر. جدا. انت مثلا في الصحراء يعني ممكن عادي يطلع عليك تمساح، يطلع عليك اسمها ايه، حيه، عقرب، الحاجات دي برضو مرعبه يعني جدا. ما كنتش محتاجين يحكي لكم قصص تخوفكم، انتوا بتخافوا يعني انتوا بتخافوا في لوحدكم. المطلق. لا بعد كده بقى انا حبيت المجال، يعني انا حبيت التعابين والحاجات دي ما خافش منها ابدا، والاسود ما خافش منها ابدا. يعني انا ليه كده مش كذا هعرف صورة اخش معاكي في في موضوع الرعب سيرك اصلا. يبقى سيرك مثلا كبير وكده وتصور واتصور عادي مع الاسد، اقول له انا ما بعرف اتعامل. انت خدتي الجرأة من يعني كنت السعودية وجيتي. كنت لا انا كنت بخاف الاول، بس بعدين انا حبيت مجال تربية العصافير، انا مش فبقيت عصافير بربي انا. كتير واروض. وبعدين بقى طلع قدامي اللي هو الناس اللي بتتاجر في البوم والصقور، فكنت بدرس الحاجات دي واعرف ناس كتير بتتاجر فيها، وكنت اروح والعب معاهم
وعادي ما خافش منهم ابدا، والبو يعني مصاحبه واحده هنا بتيجي تقف جنبي عندنا على الشباك وباكلها ومبسوطه بس بيها استني بحبها. بس اصبري شويه، وايه اللي مصاحبه واحده؟ مصاحبه واحده ايه؟ تتكلمي عليهم بومه. كده. لا دول جمال جدا انا صاحب جدا. واحده. لا ماشي، بس حتى لو جمال يعني، بس ان احنا بنقول نخلي بس ايه، ان احنا نحاسب بس ونبقى مصاحبه واحده وبتيجي تقف على الشباك، ده مرعب اه اكتر لا بتيجي يعني. تقف، اصل انا بحط لها اكل اه. لدرجه ان هي مثلا هي بتبقى مواسم وكده، هي بتبقى حاجات مهاجره يعني. يعني لما بتيجي فتره بقى بتبقى خلاص تمشت وما بتجيش بقى، ما بيبقاش في صوت ليها بقى، ببقى زعلانه جدا جدا طب ان هي سؤال خلاص اتش بقى. اري قوي، عشان انا حاسس ان المكالمه او حاسس ان البودكاست رايح ناحيه تربيه الحيوانات قوي. يا عم خليه يروح زي ما يروح. بس انا يعني استوقفتني نقطه، احنا المفروض ان احنا نسال حاجات بتخوف، حاجات زي كده. طلعت بتربي بومه جنب صاحبها، وفي تعابين، تمام. فاحنا المفروض لما لا نيجي عادي نخوفها جدا نقول لها ايه؟ بحبهم. طب ايه بتخافي من ايه؟ طيب ما خلينا نسيبك من الحاجات اللي انت بتحبيها، عشان احنا المفروض نروح في حته حاجات بتخوفك. لا مش عارفه بصراحه بخاف من ايه. بس انت مثلا بخاف يعني مثلا اجيب كان تقدير وحش في الامتحانات، مش عارفه بقى دي اه حاجه اي حد ممكن يخاف منها. لا ان ورقه العربي كبيره والقلم صغير مش عارفه. لا ان انا كان زي ما قلت لك من شويه كده، الحاجات بتاعت اللي هو ابو رجل مسلوخه ومنى الغوله وام 44 والحاجات اللي هي الكلاسيكيات بتاعت لا لا ما مش سمعتيش بتخوف. عنها اصلا خالص؟ لا بسمع عنها بس ما بهتم يعني، انا حتى بقرا حاجات كتير قوي، كتب كتير في السحر وهايدي، ودارسه الموضوع قوي يعني، بحبه برضه، ما بخافش منه، ده بحبه. الموضوع ده مش نافع يعني. اه مش يعني نافع بص الموضوع. الصاله اللي انت قاعد فيها اكيد فيها ناس كتير. لا انت وطيتي صوتك ليه بس؟ لازم تبقى. سامعين انت بتقولي عشان صوتك كوسي بس، مع لا الكلام اللي انت استنى. بتقوليه. لا ما هو لازم اه. علي صوتك ما بتعمل تخوفنيش. بتعمل حاله. بقول لك يعني المكان اللي انت قاعد فيه دلوقتي اكيد فيه حاجات كتير انت مش شايف. خاف بقى. انت قصدك ايه بقى؟ مش مهم خالص يعني خلي طب. بالك قلبت انا عليك. سردينه، انا سردينه قلبا وقالبا. اه يعني في حاجه برضو حصلت معانا قريب، واحنا خلاص بقى بنقفل أمم. المسلسل، ووصلنا ايه، كان اسامه في مكان واحنا في مكان، انا ومهندس الصوت، وبيكلمنا، لقينا مره واحده بيكلمنا في التليفون: يا جماعه لو بتشتغلوا في المسلسل وقفوا دلوقتي حالا. اه حصل. في يا ابني اللي حصل، اكتشفنا هو بيصور لنا يعني إن المكان اللي عنده كان بيشرب شاي في كوبايه واتقسمت بالنص بالظبط. لو تعالى افلق لك الكوبايه نصين. لا عشان احنا بس بنربطه في بعض عادي يعني. الكوباية بتفرقع عادي، الباب بيتحرك لوحده اهو عادي. خلاص هي كده وصلت تقريبا. هوا. الكوباية مثلا حطيت، كانت واخدة درجة حرارة الغرفة، حطيت فيها حاجة سخنة مرة واحدة ففرقعت، ما استحملتش. طب ما هي نفس الكوبايه في بنفس درجه مسببات الحراره. تانية لا استني بس، ما عادي هي ما نفس استحملتش الكوبايه مع الوقت. ونفس اه الميه السخنه مم. بتاعت الشاي اللي بتحط فيها. ماشي، ده تبرير للموقف اللي حصل. تعالى بقى نرجع لأيام التسجيل نفسه. هل انت حصل معاكي أي حاجة من الحاجات اللي هي تعتبر غريبة شوية أو استغربتيها أثناء تسجيل المسلسل أو أثناء مرحلة تسجيل المسلسل؟ لا بالعكس، انا على فكرة، انت فاكر انا سجلت المسلسل في قد ايه؟ ايوه ما خدناش فتره وقت انا قوي، قصيره. سجلته في 3 يعني ايام. فترة قصيرة. انا عملت انجاز. طيب بصي، كسؤال، مم. هو أنا اه عندي فضول برضو، يعني أنا واحد من الناس عندي منتور أو عندي شخص أنا بحبه جدا في مجال التعليق الصوتي، ونفسي أتصور معاه، نفسي أمثل معاه. هند مين اللي نفسها تمثل معاه؟ في انمي مثلا او كده صوت، استاذة عاملة كامل اكيد يعني. كده كده. رائعة. قفلت رائعة. اللعبة. أو مش بس الانمي، او مش بس في الكرتون دي عموما اصلا بقى يعني. من انا رشا رزق كمان اه. خطيرة ما شاء الله. بص شوف مين بقى اللي بيودينا ناحيه الغنى، شايف؟ هي ايوه. لا عبارة عني لازم بعدين احنا قلنا احنا لا اتكلمنا ولا قلنا. لازم تقطوعة صغيرة أي حاجة ودخلنا بقى. في حاجات غريبه هي اللي جابتنا تاني. طب بما إنك أنت كهند كان وأنت بتحلمي أو إن أنت تمثلي جنب عبلة كامل، ومؤخرا كان نزل ترند الأستاذة عبلة كامل طبعا هي بتمثل كرتون لما من. اكيد انت شفتي الحته دي، او اكيد شفتي المشهد ده اه وهي بتمثله مع محمد هنيدي. بس ايه الكرتون بقى مم. اللي وقتها سواء لعبلة كامل او غير الاستاذ عبلة كامل بياخدك لحته كده اللي هو ايه، لا انا صغيره دلوقتي؟ ناروتو.
ناروتو بس. وبليتش. هو بقى هو وبليتش. على اه فكره في حاجه هي غلط. حاجات قديمه. لا، هي في حاجه غلط هي عموما. بس بالنسبه لها. ايوه يعني عموما ان اصلا ان بنت تكون بتتابع ناروتو اصلا في المطلق، ده ناس بتقتل في بعض. يعني هو نينجا، البتاع. شغل النينجا ده. يعني هو يعني عارف انت، دايما لما تسأل اي حد يقول لك ايه، مثلا شركة مواعيد محدودة. بس ثانيه واحده، بلا اي اهانه لكل محبين ناروتو والانمي لا لا، مش قصدي، بس خالص. اقصد ان اه يعني لما يكون بنت وتكون في سن صغير، فمن الطبيعي انها تتفرج على الكرتون ده. مش ناروتو خالص يعني. لا، ما هو اخويا كان بيتفرج فانا بتفرج اه اه معاه، طالعين ايه. زي بعض. هو بيلعب جاتا فانا بلعب معاه. بس اه بقت السكه دي بقى. ماشي، يعني مبسوطين انك كنت معانا النهارده وانا كمان. فانا حابب بقى دي تكون منك انت. انا عايزك دلوقتي تقولي للناس ان هم يتابعونا، يتابعوا المسلسل، اه يتابعوا الحلقات. يعني ختمنا الحلقة. تابعونا على مسلسل الكتاب، وان شاء الله يعجبكم، ورمضان كريم. بس لحد هنا وصلنا لحد نهاية البودكاست. اتمنى البودكاست يكون خفيف على كل اللي بيسمع وكل اللي بيتفرج علينا في يوتيوب. ما تنسوش السبسكرايب والكومنتات لو عجبكم، اللايكات جدا جدا جدا، وتابعونا الحلقة الجاية وضيف جديد. باي باي.